بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض افكارنا في ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. نصلي ونكمل ونقول له ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الارض مسجود له وممجد. حتة ان الواحد يفكر في كلمة يعني ايه ربنا ممجد، العقل دي ما يجيبهاش، لأن المنظر اللي شافه يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا في مجد المسيح وأحد إعلانات لاهوته في السماء خلاه يقع ويقول سقطت كميت. موسى النبي لما فضل يقول لربنا عاوز أشوف مجدك، ربنا قال له محدش يقدر يشوف مجدي ويعيش. وبعدين لما أصر قوي ربنا خده على قده وقال له حاضر، حطه في مكان وحماه ويمر كده يعني ظل مجد الله، فتكون النتيجة ان وش موسى يبقى منور، محدش من الشعب قادر يبص في وشه. ايه ده؟ مجد ربنا محدش يقدر يتخيله، لكن الصلاة بالروح تخلينا نقرب من الفكرة. مجد لا يدنى منه، مجد لا يعطيه الله لآخر. هذا المجد ده بيخلينا نخش في حالة من حالات السجود. يعني السجود الحقيقي هو نتيجة شعورين. الشعور الأولاني إن أنا خاطي وترجى مراحم الله، والسجود التاني هو إدراك نسبي لمجد الله اللي محدش هيقدر يشوفه بعينيه طول ما هو عايش. علشان كده يتقال في عقيدتنا إن أجساد القيامة هي أجساد ممجدة. لو لم نقم بقيامة أجساد ممجدة، صحيح نفس الجسد اللي كنت عايش بيه بس هيمجد يعني هيعطى صلاحية إن يقدر يشوف جزء من بهاء مجد الله. مجد الله ده غير موصوف وغير محسوس، وعلشان كده في آباء كتير قوي من الآباء الكهنة لما يكون كاهن شريك بيصلي مع كاهن تاني خديم، يفضل القداس كله متكور على الارض كده في حالة من حالات السجود. واحنا عاوزين نتعلم ونعلم اولادنا الصغيرين من سن 5 سنين و6 سنين ان حتى بعد ما نخلص ابانا الذي وبنرشم الصليب على جسمنا نحني راسنا حتة صغيرة قدام صورة المسيح اللي هم واقفين قدامها، علشان يتعلم الانسان من طفولته معنى مهابة الوقوف قدام مجد ربنا. في دلة لكن برضو في مهابة، والمهابة دي أساسها هي مجد الله ذاته. نكمل موضوعنا بكرة